تابعية كان معي من أول، فعلت لي مشروع، فتحت لي بقالة، بس ما وفقني ربي واضطريت أخرج منها. وذا الحين بنفعل اكسسوارات فالبيت، يعني شغل يدوي، بنفعل مكانس هسه أنا في البيت لا قدم علشان إذا بعناه نوق نوفر حق العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني وأحبتي في كل مكان وأي شخص يشوف هذا الفيديو. هذه أختنا ملاك أحمد صالح تعاني من مشكلة في العمود الفقري قد لها 4 سنوات. قبل 4 سنوات كانت بصحتها ودرست الثانوية وتخرجت، ومن ثم يعني تعورت وكذا، وأخذوها فاعلين الخير نشروا لها زمان قبل 4 سنوات، ففرقوا لها مبلغ وذهبت إلى الهند وعملت العملية حق العمود الفقري، وتم تصحيح العمود الفقري بنسبة 70%، وتبقى لها 30%. فقالوا لها بعد 3 سنوات ترجع لما ينمو العمود، في حالة النمو 3 سنوات بعدين ترجع للعملية الثانية لتصحيح 30% من المياه المتبقية. فالآن مرت 4 سنوات، حالتهم المادية هن 5 خوات وأبوهم بيكافئ عليهم. فالبنية جالسة على كرسي عادي في عز شبابها، وتطلب من الشعب اليمني وأولو الخير وأصحاب الأيادي إنهم يمدوا يد العون لها ويعتبروها بنتهم أو أختهم، واللي يقدر يساعدها يساعدها علشان تجمع تكاليف السفر إلى الهند وتكمل عمليتها وترجع لصحتها وشبابها وتتزوج وتكمل دراستها وتبني لها بيت وتهتم بخواتها الأربع. فقد بسمنا يعني عندنا صفحات وأيدينا مقيدة، والله ما نقدر نفعل شيء إلا أن احنا ننشر لها. وانتو بارك الله فيكم كل واحد يشير هذا الفيديو ويدعي لها بالشفاء ويحط لايك علشان يرتفع المقطع ويشوفوها الناس. شيروا هذا المقطع يوصل لأيادي أهل الخير، وبا يوصلوا لها أكيد ويوصلوا لصفحتها ويتواصلوا معها، ولعل الله بسبتك أنت وبسبة المشاركة حقك هذه إني توصل ليد فاعل خير يتكفل لها بمصاريف السفر والعملية. وكم يا فاعلين خير بس ما بيشوفوهاش. فوصلوا المقطع هذا وتحياتي لكم. كتب الله أجرنا وأجركم، ونسأل الله لها الشفاء العاجل.